ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده انا هتكلم معاكم على اغنيه واعلان محمد منير الجديد، اعلان سالوجة واغنيه يا غزال يا غزال. لسه نازلين كده بقالهم حبه حلوين. يلا بينا. أغنية غزال يا غزال هي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان عمرو مصطفى ومن توزيع محمود صبري. هي لايقة جدا مع فكرة الإعلان، وفاجئتني جدا إن هو الأغنية يا جماعة بقالها شهر قديمة واتضافت على الإعلان الجديد بتاع رمضان. دي فكرة تحتسب لمحمد منير وفكرة حلوة جدا كبرضو ماركتينج أو دعاية، إن احنا نشوف محمد منير الأغنية بنسمعها بشكل لأول مرة تاني في إعلان. في ناس ممكن تكون ما سمعتش الاغنيه، مع ان الاغنيه لما نزلت عملت صدى كبير جدا وناس كتير اتكلمت عليها وقالت ان الاغنيه دي من افضل اغاني محمد منير في اخر فتره نزل فيها اغاني. عمرو مصطفى تعب عليها جدا في اللحن وفي التيمه اللحنيه، وازاي قعد يدندن فيها طلع لحن بالشكل اللي احنا شفناه في الاغنيه. انا شايف ان عمرو مصطفى ملحن يا جماعه شاطر، ملحن كبير فعلا بيعمل شغل حلو في حته الغنى، او ان هو يكون مطرب دي حاجه مش في صالحه قوي. افضل حاجه ان هو يكون يقدم لحن للمطربين. هو شاطر جدا. التوزيع محمود صبري توزيع كان حلو جدا وكان معمول بشكل برده كرييتيف جدا مع الكلمات والالحان اللي اتعملت عليها. امير طعيمه يا جماعه برده غني عن التعريف، شاعر كبير جدا. ساعات ممكن اكون في حاجات كده ما بتعجبنيش لامير طعيمه ساعات، بس برده دي حاجات كتير جدا بتعجبني. امير طعيمه شاعر تقيل قوي. اضافه حلوه قوي ان هو يحطها مع الاعلان بتاع سالوجة المنتجع اللي قدمه محمد منير في اعلان رمضان 2023. ان عمرو مصطفى برده مركز جدا الفتره الاخيره وعامل كذا اغنيه حلوه حتى لنفسه، مش برده لغيره او لحن سمعته لغيره. هو برده شغال على نفسه الفتره دي، وبرده لسه هنشوف، لسه في اغاني تانية هتنزل المفروض على العيد او بعد العيد وهنعرف. محمد منير شغال الفترة اللي فاتت مش بشكل مستمر قوي، برضو ما كانش عامل اغاني كتير بقاله فترة، ممكن يكون مريح شوية. ان ده برضو الكينج، هيفضل الكينج حتى لو بطل ينزل اغاني. الاغنية كانوا كتير حلوة جدا مع بعض، شايف ان كانت فيه روح حلوة جدا وفي كيمياء ما بين محمد منير وعمرو مصطفى، وكان فيه روح حلوة في التصوير وفي التسجيل بتاع الاغنية. من احسن الاعلانات في رمضان ان هو اتعمل بشكل حلو جدا، والاغنيه كانت برضو لايقه مع الاعلان، يعني كانت مواكبه الاعلان، ما كانتش معموله كده وخلاص. وبرضه قولوا رايكم في الكومنتات تحت، قولوا لي الاعلان كان عاجبكم ولا ما كانش قد كده، والاغنيه شايفين ان هي فعلا تستاهل تتحط في الاعلان ولا كانت تفضل زي ما هي اغنيه نازله من شهر وخلاص زي ما سمعناها. الاغنيه بشكل عام اقوى حاجه فيها كانت الكلمات والالحان. التوزيع كان معمول كويس وكرييتيف من محمود صبري، ويا ريت محمد منير يقدم لنا كل الجديد. وبرضه هو عامل السنه دي يا جماعه في رمضان يجي بتاع 3 4 اعلانات، بنك الزراعي المصري واعلان تاني وتقريبا في اعلان تالت. في نضج فني عند محمد منير انا شايف الفتره الاخيره دي، ويا ريت ان هو في العيد ينزل لنا اغاني او بعد العيد ونشوف الجديد من محمد منير على طول. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في محتوى اقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قاعده. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.